مفيش صيف ولا حر من غير جيلي دريم. جيلي دريم بيحل على الحلو. وطبعا جيل الفراولة من أحب أنواع الجيل القلبي، يعني كل الأنواع حلوة وجميلة ولذيذة، بس جيل الفراولة ليه بقى معزة خاصة كده في قلبي. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل جيل الفراولة اللي هي عبوة التوفير. أنا عاملة كده عبوتين، بس أنا صورت عبوة واحدة، والعبوة 3 أكياس، عبارة عن 3 أكياس. كل كيس بحط له كده كوبايتين مية، واحدة مغلية وواحدة باردة. وطبعا القوام بتاعه بيبقى تحفة وجميل ومتماسك وزي العسل. تعالوا هنا اقول لكم على طقم الجيلي بتاعنا. طقم الجيلي بتاعنا دوت كان هدية من زوجي، وهو كريستال من اصلي، كريستال فرنساوي. صراحة كان جايبهولي هدية كده في مناسبات الاعياد والمواسم، ما كانش بيفوت ولا مناسبة لما يجيب لي الهدية بتاعتي، خصوصا في الأعياد والمواسم. وكان ضروري في المواسم يجيب لي كمان مع الهدايا عروسة الموسم. بجد كان كل موسم لازم يجيب لي عروسة الموسم معاه. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. عملنا كده الجيلي بتاعنا، جيل الفراولة، من غير أي إضافات من الفواكه ولا بسكوتات ولا أي حاجة. حبيت أعمله كده خفيف كده وجميل بمناسبة نجاح تقى بنت أختي. جبرت بخاطرها وعملت لها أحلى تحلية بجيل الفراولة، وعملت لها كمان شربات الفراولة، وفرقت على البيت كله. وطبعا هي كانت قايله لي اللي هي جايه لي هي وصاحبتها عشان تقول لي اللي هي نجحت. جات لي بقى وعملنا احلى جيلي فراوله، وعملنا كمان احلى عصير فراوله، وفرقت على البيت كله وشربت البيت كله. وجيراني من حواليا من البلكونات، وبليت ازازتين 2 شربات فيتراك بالفراوله، وزقيت كل الحبايب. بجد احلى فرحة، فرحة النجاح. ربنا يا رب ينجح ولادكم ومن نجاح لنجاح ان شاء الله. طبعا هنا عملت كده جيل الفراولة عشان هنعمل عليه عصير ايه بقى الفراولة. حطيت كده العصير اللي انا عملته اللي هي الجيل المكعبات، قطعته كده وحطيته كده في الكوبايات، ونزلت عليه كده بمية بماء ورد من الازازة زي ما انتوا شايفين. وعملنا بقى كده عصير فيتراك، احلى عصير او احلى شربات. طبعا كلمة شربات بتبقى احلى من كلمة عصير، بيبقى فيها فرحة كده. وبيبقى بصراحة احلى شربات كمان شربات الفراولة، بيبقى برضو احلى من شربات المانجا، بيدخل كده على القلب على طول. وطبعا بيدل على الفرحة، واحلى فرحة فرحة النجاح. وفرحة نجاح تقى نزلت في قلبي بنتي وبنت اختي، اغلى الناس لقلبي. طبعا هنا بنصب كده الشربات بتاعنا، واحلى بقى شربات تشربوه شربات متلج بقى مطلعاه من الفريزر. انا لما عملت الشربات كده عبيت بقى كام ازازة كده ودخلتهم الفريزر. تنفع بقى لو حد جاني او انت عايزة ترتبي على قلبك في حر الصيف ده. بصراحة الجو ربنا المستعان، بصراحة ربنا يرحمنا برحمته الواسعة. هنا كان الجيلي بقى طلع كده من التلاجة، وطبعا جماله وحلاوته ما تتوصفش. واحلى جيلي جيلي الفراولة وجيلي دريم ومنتجات دريم احب المنتجات لقلبي. هنا هندوق بقى جيلي الفراولة. وكانت امي الله يرحمها تقولي لما تعملي حاجة فيها فرحة دوقي منها واشربي منها عشان الفرحة تنزل في قلبك. بصراحة عشان كنت في بيت العيلة، وكان اهم حاجة عندي ان انا اخلص اللي ورايا وشغلي وكده، فكنت بسعى على نفسي من الاكل والشرب. كانت تقولي لا كده ما ينفعش، لازم تاكلي وتشربي من عمايل ايديكي، وخلي عمايل ايديكي اول ما تنزل تنزل في قلبك. ربنا يرحمها ويسامحها. وده كان كده الفيديو بتاعنا. ولو عجبكم سيبولي دعوة حلوة من قلبكم. وعايزة اقول لكم يا سلام على الجمال